أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الأغذية المعدلة وراثيا. هو الأول إيه هي الأغذية المعدلة وراثيا؟ ده سؤال جميل قوي يا رضوى، شكرا. الأغذية المعدلة وراثيا عبارة عن نباتات احنا غيرنا فيها بعض الجينات بتاعتها. فاحنا عندنا اختيار من ثلاثة: يا إما النبات ده أساسا في الأول كان فيه جين احنا غيرناه بطريقة معينة عشان يضيف للنبات خصائص جديدة أو يغير من الخصائص اللي كانت موجودة فيه، أو إن إحنا نجيب جين من نبات تاني خالص نحطه في النبات بتاعنا اللي موجود دلوقتي، أو آخر اختيار إن يبقى الجين اللي موجود عندنا في النبات نشيله تماما. يبقى احنا يا إما هنغير الجين اللي موجود، يا إما هنجيب جين من نبات تاني ونحطه، يا إما هنشيل الجين اللي موجود دلوقتي. وزمان قبل ما كان في تكنولوجيا التعديل وراثيا للخلايا والنباتات، كان هم بيعملوا حاجة اسمها اصطفاء صناعي أو selective breeding. إن الناس المزارعين والفلاحين كانوا بيشوفوا إيه هي أنواع النباتات اللي المحصول بتاعها بيبقى كتير، اللي بتبقى مقاومة لبعض الأمراض، وكانوا بيختاروا النباتات دي هي اللي بيكتروها. بس لما التكنولوجيا بتاعتنا أتاحت لينا إن احنا نغير ونعدل في الجينات بتاعت النباتات، قدرنا ان احنا نطور على البروسيس وعملية الاصطفاء الصناعي، ان احنا نضيف ونغير الجينات دي من عندنا. وفعلا دلوقتي النباتات المعدلة وراثيا منتشرة جدا، لدرجة ان في امريكا تقريبا اكتر من 95% من الحيوانات بتاكل نباتات معدلة وراثيا، ونسب كبيرة من النباتات اللي بياكلها البني ادمين برضو بتكون معدلة وراثيا. جميل قوي. طيب هو ده معنى النباتات المعدلة وراثيا أو الأغذية المعدلة وراثيا. طب هو إيه السبب بيخليهم يعملوا حاجة زي كده؟ مش الأحسن إن هم يسيبوا النبات على طبيعته، يعني بجيناته الطبيعية اللي هو موجود بيها؟ بس هو في أسباب بتساعدنا وبتخلينا عايزين نعدل الجينات بتاعة النباتات. خلينا كده ناخد كام مثال. أول حاجة، لو احنا عايزين نحسن الإنتاج، فلنفترض مثلا احنا عندنا نبات كويس جدا بس ما بيقدرش يقاوم الأمراض والآفات اللي بتيجي للمحاصيل بتاعتنا. فللأسف لو المزارع أو الفلاح زرع النبات دوت وجت الآفة دي، كل المحصول هيروح. لكن احنا نقدر بالتعديل الوراثي ان احنا نخلي النبات بتاعنا يقدر يقاوم المرض دوت. مثلا في اول نبات خالص عملوا فيه الموضوع دوت كان نوع من البطاطس. خلوا نبات البطاطس نفسه يفرز مواد تقاوم وتخلي الآفات دي تموت، بحيث ان النبات يقدر يقاوم ويفضل عايش، والمحصول نقدر ان احنا نحافظ عليه. الحاجة التانية ان احنا ممكن نزود من قدرة النبات انه يتحمل بعض الكيماويات اللي بتترش على النباتات علشان تموت برضو الآفات والحشرات. فلو انا النبات بتاعي قادر يقاوم الكيماويات اللي احنا بنرشها ديت، النبات هيفضل عايش، لكن الحشرات والآفات اللي ممكن تأزأز وتاكل المحصول بتاعي او تموت النبات هي بس اللي هتموت. ده مثال. في مثال تاني، احنا ممكن ساعات بنبقى عايزين نزود من القيمة الغذائية بتاعة النبات. في حاجة مشهورة قوي اسمها الرز الذهبي. الرز الذهبي دوت نوع من الرز عدلوه وراثيا بحيث انه يصنع، او النبات نفسه بينتج البيتا كاروتين. البيتا كاروتين دي المادة اللي جسمنا محتاجها علشان يصنع فيتامين ألف. فلو احنا الرز بتاعي اللي احنا بناكله الطبيعي مش بس رز، لكن كمان ده فيه المواد اللي جسمنا محتاجها عشان يصنع فيتامينات وحاجات مهمة الجسم محتاجها علشان يبني نفسه بنفسه، أنا كده زودت من القيمة الغذائية بتاعة محصول إحنا كلنا بنستهلكه بكميات كبيرة. واخر مثال طبعا يمكن ده ممكن تكونوا بتسمعوا عنه كتير، ان علشان احنا البني ادمين طبيعتهم ان احنا بنحب نستسهل. يعني مثلا في ناس بتحب تاكل البطيخ
بس مش بتحب البذر اللي فيه، فاحنا ممكن نعدل نبات البطيخ وراثيا بحيث تنتج لنا بطيخة ما فيهاش بذر، اكلنا البطيخ بس ريحنا نفسنا. جميل جدا. طيب بس معظم الناس لما بتسمع كلمة أغذية معدلة وراثيا بتحس إن دي حاجة خطر، أو إن هي كده لعبت في الطبيعة، أو إن ده هيسبب لها أمراض أو أي خطر على صحتها. فهل فعلا الأغذية المعدلة وراثيا دي خطر على صحتنا؟ ده سؤال مهم جدا وفعلا كتير قوي بيتكلموا فيه. خلينا الأول نشوف إحنا الأغذية والنباتات دي بنستهلكها إزاي. إحنا بناكلها، فالنباتات والأغذية دي لما بتدخل خلال بقى المعدة بتاعتنا والأمعاء بتتعرض لكمية من الأحماض والإنزيمات بتكسر الجينات اللي موجودة في النبات تماما. وبالتالي الأغذية دي ما ينفعش، مفيش طريقة ليها إن هي ممكن تأثر على الحمض النووي بتاع الإنسان. عمرها ما هتغير في الدي ان ايه والجينات بتاعت الإنسان اللي بيستهلكها. وبدليل إن أي حد مننا لو مثلا محتاج ياخد أجزاء من الدي ان ايه أو الار ان ايه بناخدها في حقن في التطعيمات بتاعتنا علشان احنا عايزين نوصل الجينات دي للدم. لكن لو احنا اكلناها هتتكسر ومش هيبقى ليها اي فايدة خالص، ومش هينفع اساسا ان هي لا تنتج بروتينات ولا ان هي تغير من الجينات بتاعت الانسان اطلاقا. لكن الحاجة اللي هي فعلا ممكن تكون بتأثر عليها شوية هي الناس اللي عندهم حساسية. يعني مثلا انا لو اخدت جينات من نبات مثلا بينتج لي مكسرات، والجينات دي حطيتها في نبات بينتج رز او بطاطس، وارد ان الناس اللي هتاكل الرز او البطاطس اللي فيه الجينات بتاعت نبات المكسرات لو هي عندها حساسية من المكسرات وارد يجيلها برضو حساسية من النبات الجديد اللي جاله بعض جينات المكسرات. لكن هل هي تقدر تأثر على الجينات بتاعتي؟ لا. هل هتأثر على التمثيل الغذائي بتاعي؟ لا. هل هتأثر في المجمل على صحتي أنا كإنسان؟ موضوع الحساسية اللي اتكلمنا عليه غالبا لا. فاحنا دلوقتي نسبة كبيرة جدا من البشرية بتستهلك النباتات دي، والحمد لله لغاية دلوقتي احنا مش شايفين دليل يخلينا نقول علميا ان النباتات دي ليها تأثير سلبي على صحة الإنسان. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.